النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض البرغل. والبرغل ده هو البديل الصحي للرز. بيتباع كده في السوبر ماركت. اهو ده شكل البرغل، هو بيبقى قمح ومعمول بطريقة معينة، يعني بيبقى برغل. هو اصلا بيستعملوه في عمل الكبيبة، بس النهاردة انا هعمله لكم بطريقة صحية جدا. البرغل ده بتستعمليه بقى زيه زي الرز في اي حاجة يعني. طيب، فادي كده شكل البرغل. احنا جبناه دلوقتي اهو من السوبر ماركت. هنعمل له الخلطة بتاعته. هتبقى عبارة عن طماطم وفلفل اخضر، وممكن قرن واحد فلفل حراق لو بتحب الحراق، وبصل، وكله متقطع صغير. وهنرفعه على النار مع زبدة. زودي بس الزبدة شوية وهنقلبه على النار مع الزبدة. وهنجيب البرغل نشطفه، بس هقولك ازاي. هنا بقى ادي اهي الخلطة بتاعت البرغل اللي احنا هنعملها فيها. طماطم وفلفل اخضر وبصل، وهنحطه طبعا ملح وفلفل، وهنرفعه على النار مع زبدة، ونفضل نقلبه لحد ما الحاجة دي تتهري خالص. طريقة شطف البرغل، خلي بالك بتزودي عليه مية وبعدين تصفيه في مصفة الشاي لانه رفيع جدا، عشان ما يقعش منك من مصفة الشاي. هنا بقى حطينا خلاص البرغل اللي احنا شطفناه ده على الخلطة على النار، وزودنا الملح والفلفل، وهنقلب دلوقتي ويغلي. اول ما يغلي هنوطي عليه ونغطيه، وبيتساب على النار حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع، على نار هادية جدا ومتغطي زيه زي الرز. اهو هنا بقى غلى ووطينا عليه وغطيناه وسبناه حوالي نص ساعة. لسه برضو ما شربش كل ميته، فعادي هنقلبه تاني ونغطيه تاني ونسيبه متوطي عليه لحد ما يشرب كل ميته زيه زي الرز. انتي لو بتحبي الخلطة مهرية، سيبيها على النار الاول لحد ما تتهري. لو بتحبيها صحيحة زي كده خليها كده. وبالهنا والشفا البرغل.